يقطعني يا بنتي. دخول المطبخ وسهياني فيه اداله فرصة يدخل ويسرق اللي انت شايلاه كله. معلش مالكيش نصيب فيه. سيبيني ياما واخرجي. طب بس اهدي شوية كده. سيبيني ياما. ابويا سرقني. من كتر ما كنت قاسي معاكي ما حبيتش اقولها لك في وشك، لاني عارف هي قد ايه كلمه بتجرح اي ست. بعتلك ورقه طلاقك مع ورقه التنازل عن البازار. ونصيحه مني يا غاليه، اوعي تفرطي في البازار ده لاي حد، ده بتاع ابنك رامي. عاملة ايه؟ بخير. وانت؟ تمام، ماشية. فيك الخير يا دي. الدنيا خدت ودت فينا كتير قوي يا ديبو، بعزم ما فيها. فاكر زمان لما اتسرقت شنطتي؟ انت كنت جنبي وجبتها لي، بس لما اتسرق اللي في بطني كنت لوحدي. شفت وصلنا لفين؟ أنا مش جاي أتكلم في مواضيع قديمة فاتت. أنا جاي عشان أنت بنتي حتتي وجارتي، في بينا عيش وملح. متخافش، أنا مش هفتح مواضيع قديمة، قفلتها كلها لما اتجوزت. طب مش هعتب عليك ولا أقول لك سافرت بقى وسبتني وأنت تقول لي سبتيني واتجوزتي. بس بسألك، شفت الدنيا وصلت بينا لفين؟ اوعي تفكري اللي قاعد قدامك ده سليم. هتلاقيها شهداني بالعافية. الدنيا وريتني أكتر من وريتهولك بكتير. مش قد يا ديب، مش قد. أنا جوزي هرب وابني اتاخد مني غصب عني، وأبويا سرق كل اللي حالتي وهرب. أي حاجة مش من حقنا بتضيع من إيدينا. بس ده كان حقي، ابني ده كان حقي، مين يرجعهولي؟ قول يا رب. قول يا رب. يا رب. أنا عايز أقول لك على حاجة. زمان كان ليكي حبيب، دلوقتي بقى ليكي أخ وصديق. أي حاجة تعوزيها أكون
تحت امرك في اي حاجه. لو احتجت اي شيء هتلاقيني موجود. اي حاجه شاور انت بس. خلي بالك على نفسك. خد بالك من نفسك. حاضر. مش لزوم بعد كده تبص في العين السحريه وتشوف مين اللي واقف ورا الباب. ليه يا باشا، في حاجه حصلت؟ اعمل لي شاي الاول وانا اقول لك. شاي يا باشا. هو الموضوع كبير ولا في ايه؟ البنت اللي قتلت فريده مسكناها واعترفت بكل حاجه يا سيدي. ايه؟ كنت عارف برضو ان انت هتتنح كده. يعني ايه يا باشا؟ يعني انا يعني دلوقتي في الامان؟ في امان، بس لازم الاول تسلم نفسك عشان يتم عندك الافراج بشكل قانوني. عيب يا ميمي، انا ما عملتهاش معاك وانت مطلوب، هعملها معاك دلوقتي. العادي يا سيدي ان انا اقبض عليك، بس انا ما اعرفش ليه حسيت معاك ان انا عايز اكسر القاعده. كان عندي حق. مبروك يا ميمي. ايه هتتنح كتير؟ ما تخش اعمل لي شاي. يلا يلا. عمرك ما تحس بقيمة الحاجة لو هي بتضيع من ايديك. والبلد كانت بتضيع، عمرنا كان بيضيع، أحلامنا فيها كانت بتضيع. كلنا سيبناها وقفنا نتفرج يوم في التاني، والأيام جابت سنين. ولو لمتنا دي حصلت من زمان ما كانش ده بقى حالنا. فرصة أخيرة، يا نلحقها يا نضيع كلنا. انا ما حدش عمل فيا كده قبل كده. ما انت مش خايف؟ والله طالما انت بتقول ما حدش عمل معاك الكلام ده قبل كده، يبقى انت اللي لازم تخاف مش انا. كل ده عشان شويه ورق وسيديهات بتساوم على ابني. انت شايفهم كده، بس احنا بقى شايفينهم حرية. كسروا الطوق اللي انت لفه حوالين رقبتنا. خلاص انسى. عايزين بقى تبقوا شرف، تكسروا الطوق وتتحرروا، مش كده برضه؟ نبقى زي ما نبقى، دي حاجة بتاعتنا، انت مالكش دعوة بيها خالص. والله اتمنى انت تعرفوا تعملوا اللي انتوا بتقولوه ده. هتبقوا من الناس اللي خدت فرصه مرتين. طيب انا هديكوا حريتكم. طب ابني انساه، انساه خالص. احنا هنديله فرصة يعيش حياة تانية، حياة أنضف من اللي كان عايشها معاك. وهنشوف له أب تاني. متقلقش، أب هيبقى كويس، مش فاسد ووسخ زيك. يعني ايه؟ الواد هيبقى مبسوط، ما تقلقش هيبقى مبسوط.